لعشاق التحلية الرمضانية واللي كلشي تيقلب عليها، جبت لكم اليوم مهلبية بالتمر صحية، قوامها كريمي بلا قشدة وتتبرد على القلب بعد نهار ديال الصيام. تناولوها كدسر أو لا سحور وتتوجد بسرعة. وجدي اختي الكيسان هما الاولين، حيت من البوطه غادي نخويو المهلبيه في الكيسان لا تبرد وتعصد لينا. جيبي اناء وبداي تحيدي العظم ديال التمر يكون رطب، من الافضل تستعملي سكري حيت ما كيكونش مسوس ودغيا تيتطحن. انا تقريبا استعملت كاس ونص ديال التمر. وخدي كاسرول ديري فيها اطرو ديال الحليب ودفيه، ورجعي زيدي القرفه على التمر، شويه ديال حبه الهيل اولا قاقله، حكه ديال الكوزه والمسكه الحره اللي مدقوقه مع شويه ديال السنيده، وزيدي الزهر بالكميه اللي بغيتي، وزيدي الحليب اللي دفيتي على التمر وديريه يتطحن في الميكسور. وما تخافيش غادي تطحن دغيا، علاش قلت لك السكري تيكون معجن. ملي طحنيه صفيه باش تاكدي انه ما بقات فيه حتى شوائب، وزيدي عليه 3 ديال المعالق ديال النشا. حركي مزيان ورجعي الكاسرول فوق البوطه، ومن البوطه بدا يتخوي في الكيسان بسرعه لا يبرد لك الخليط ويتكور. ونخليوهم يبردوا شويه بين ما وجدنا الطبقه الثانيه واللي فيها نص لتر ديال الحليب، فلون ديال الشوكولات، انا استعملت اللي فيه السكر، وإلا بغيتي تقدري تستعملي غير الصغير وزيدي السكر على حسب الرغبه. نحركو ونزيدو معلقه ديال النشا، 2 معالق ديال السكر سنيده، و2 معالق ديال الشوكولاط غبره، ونطحنوه في الميكسور باش نتاكدوا بان ما بقى فيه حتى تكوير، ونحطوه فوق العافيه حتى يبدا يختار ويتجمع ويولي على هذا الشكل. الكيسان ديال المهلبيه غيكونوا تجمعوا، نزيدوا عليهم الخليط ديال الشوكولاط وتكون عندنا السرعه في الاداء باش ما يتعصبش لينا. وها حنا سالينا. منين بغاو نتناولوهم نزينوه بالمكسرات اللي كنفضلوا، انا درت الكركاع والتمر اللي تيتواتوا مع بعضياتهم. ايوا ما بقى لك اختي الا تسجليها، غادي تحتاجيها الا جاو عندك الضياف في هاد رمضان وبغيتي تختصر عليك الوقت في التحليه، تتجي راقيه لا مذاقا ولا شكلا. ودابا ندوزو باش نشارك معكم طبيله الفطور اللي وجدت اليوم واللي كانوا حاضرين فيها ناس عزاز على قلبي في حالكم، والشعب المغربي معروف بالجود والكرم، ما قصرتش من جهدي. حطيت لهم التمر المجهول مع الكركاع، بروات ديال اللوز، شباكيه، المقروط، ووجدت سلطه نسواج على طريقتي، وبيتزا شميشه اللي غادي نشوفوا الفيديو ديالها في هذا رمضان ان شاء الله، وضروري منحوس على الطبله واللي درسوا في الفران. وهذه هي الحلال الملكيه، بيض السمان والكفته، غادي نشوفوها باذن الله ضروري في هذا رمضان ان شاء الله. وبطبيعه الحال المهلبيه ديال التمر واللي كانت هي التحيه ديال اليوم، وكيف ما تشوفوا معايا زاد زينت لنا الطبيله ديال الفطور. نتمنى ان فكره اليوم ديال التحليه السريعه تكون عجباتكم وتطبقوا الوصفه، حيت التحليات من الوصفات الاكثر طلبا في رمضان، والله يجعل ايامكم الجايه كلها حلوه. وما تنسوش موعدنا غدا ان شاء الله مع طبق جديد يكون سهل ولذيذ، صيام مقبول وذنب مغفور وفطور العافيه لكم اجمعين. السلام عليكم.